السلام عليكم ورحمة الله البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الوصفه واعره، وصفه طبيعيه فعاله يا البنات لعلاج النزلات ديال البرد. اللي جربتها منكم اكيد غادي تبقى تستمر عليها، واكيد بزاف منكم عارفين بانها كاينه شحال هذه قديمه هذه الوصفه. ديتوكس يا البنات كنديرها دائما في هذا الوقت ديال البرد وهكايا، مضاده للبكتيريا والفيروسات، واهم من كل هذا الشيء انها كتقوي المناعه بشكل كبير، خصوصا في هذه الفتره هذه اللي كلشي عارف بانها فتره ديال البرد وفتره ديال الانفلونزا وكورونا باقا كدور حتى هي. اذا خليكم معايا ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا المكون الاول واللي هو الماء. من طبيعة الحال كنحتاج لتر ديال الماء. والمكون الثاني وهو القرنفل اللي هو مفيد للجهاز الهضمي بزاف ومهدئ قوي فعال، راه معروف كيقوي المناعة بشكل كبير يا البنات. كنضيف غير 5 ديال الحبات او 5 ديال المسمار. كاينين بعض الناس كيسميوه المسمار او القرنفل. المهم الشكل ديالو ها هو غادي نوريه لكم دابا. الشكل ديالو راه معروف اصلا، كاينين الناس كيقول يمكن شي سميه اخرى. المهم انايا عرفت غير هاد جوج سميات، المسمار والقرنفل. اللي عرف شي سميه اخرى بالنسبه للدول الخليج او هكا يخلينا في التعاليق لتحت. ها هما كنختار منهم 5 ديال الحبات يا البنات، يكونوا زوينين صحاحين يعني ما يكونوش مهرسين، حيت كاين فيهم اللي مهرس. صافي غادي اللحوم راهم كافيين، ما تحاولوش تزيدوا اكثر من هكا، لان راه كما كتعرفوا الحاجه ما كيخصهاش تفوت الحد ديالها ولا القياس ديالها. المكون التالي اللي هو السيترون او الحامض. كيف ما كتعرفوا الحامض فهو مصدر غني بزاف بفيتامين سي، ومضاد كذلك للاكسده. روعه هذه غير حامضه عندي مقطعه طريفات دي مورسو هكايا، حيت منها من طبيعه الحال هذا الشيء ديالها العلف ديالها، لان الا خليتوه كيطلق المروره بزاف. والمكون الثالث اللي هو حتى هو غني على التعريف، سكينجبير طري. ما كناخذوش سكينجبير داك ديال اللي كنديروا ديال التبزيره اللي كنديروا في الطاجين، لا هذا سكينجبير طري. كنحكو غادي نخلي لكم التصويره، الا لقيت شي تصويره غنحطها لكم هنايا في الفيديو ان شاء الله باش تشوفوها. من اقوى المضادات يا البنات الحيويه الطبيعيه، كيحتوي على خصائص مضاد للالتهاب وكينظم الهرمونات في الجسم. وهو كذلك يا البنات مصدر غني بزاف بالالياف وبالفيتامينات كيساعد بزاف الجسم بواحد الطريقه، خصوصا في هذا الفطر كيف قلت لكم. وهنايا عندي كاس مع مرش ديال العصير ديال الحامض. عصرت واحد الحامضه اي صغيره على الاولى، وكنضيفو هنايا راه انايا درت ما درتش شيترو ديال الماء، ولكن غادي نقسم القرعه في قرعه اخرى باش كتكفيني ان شاء الله، وكتبقى عندي مده طويله. طريقه الاستعمال يا البنات مهمه بزاف. بعد هاد الوصفه كيستعملها الكبير والصغير على حد سواء. وطريقه ديال الاستعمال: كنصفيو المحلول من بعد 3 ساعات، بعد 3 ساعات هي القليله، او ليله كامله كتخليوه مرقد، وكتبقاو تصفيو هاد المكونات هادو. وكديري كاس في الصباح وكاس في العشيه اللي كتشربي، وكتدفيه قبل ما تشربيه، ضروري تدفيه ما تشربوش بارد نهائيا. وكيبقى فوق البوطاجير ما كيوقع ليه حتى حاجه نهائيا، كيبقى مده يومين حتى 3 ايام. هو صالح للشرب يا البنات. وإلا شفتوه تكونسونطرا ولا مجهد في المذاق ديالو، راه ممكن تخفوه تزيدوا ليه الماء عادي. وكذلك الناس اللي ما كيعجبهمش داك اللسعه ديال السيترون ممكن يضيفوا ليه العسل، وان يكون العسل حر الا كاين عندكم. انا حاليا ما متوفرش عندي صراحه. الا ضفتوا ليه العسل الحر راه كتغنيو بزاف اكثر وحتى لهنايا نتمنىكم تجربوا هذا المشروب ان شاء الله، وتردوا عليا في التعاليق كيف جاكم. وحتى لهنايا نكون وصلت معكم النهايه ديال الفيديو ديال اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد عما قريب. شكرا بزاف. نتمنى من البنات الجداد ما ينساوش انهم يتابوناو لاشين ديالو ويفعلوا زر الجرس هكا ان شاء الله باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.